السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة ان شاء الله هنعمل الفراخ المشوية في الفرن. طعمها وريحتها بجد حاجة كده تحفة. اعرفك ازاي تكون مستوية ودايبة معاكي، احلى واوفر واطعم بكتير جدا من اللي بتشتريها جاهزة من بره. يلا نسمي الله ونشوف هنعمل الفراخ الجميلة ديت ازاي. لو اول مرة تشوفيني، انا اميرة كرم، شرفيني بالاشتراك في القناة وما تنسنيش في لايك ومشاركة للفيديو. انا جبت الفرخة بتاعتي غسلتها كويس جدا، نقعتها حوالي ساعتين بالمية وبالملح وبالليمون والخل. اديها كده غسله كويسه جدا. اهم حاجه في الفراخ عشان تاكليها ما يبقاش ليها ريحه زفاره وطعم مش حلو، ان انت تغسليها كويس جدا بالخل والليمون وبالملح. ادعكها كويس قوي بالملح من تحت الجلد، طلعي اي زيادات فيها، نضفيها كويس قوي من جوه. طلعي التجلطات الدمويه اللي بين الوركين من جوه كده علشان تبقى طعم الفرخه وريحتها حلوه معاكي. نشفيها كويس جدا وصفيها كويس جدا من اي ميه فيها، فرغيها كويس جدا من تحت الجلد كده. حاولي على قد ما تقدري ما تقطعيش الجلد بتاعها علشان تحافظي على شكلها لما تيجي تقدميها. والجلد دوت طبعا هيحميها ليه ما تنشفش منك، وكل التتبيله بتاعتها ان شاء الله تبقى تحت الجلد. لو في اي حاجه من جواها بمنديل كده نبتدي ان احنا نمسحها كويس من جوه ومن بره، مش عايزين فيها ولا نقطه ميه. هنبتدي نجهز التتبيله اللي هنحشي بيها الفرخه بتاعتنا. هنحط حوالي بصلايه كبيره، 3 فصوص توم كبار، عليها حوالي معلقتين صلصه كبار، علبه زبادي بلدي، معلقتين زيت كبار، 3 معالق خل، عصرة ليمونة. طبعا الخل والليمون اللي احنا حطيناه دوت بتحس ان هي كده بتتبل معاك الفرخة وبتسويها حوالي نص سوا، يعني بتطري معاك الفراخ اكنك كده مسويها نص سوا معاكي. في سوينا تسوي معاك، مش هتاخد معاك اي وقت جوه الفرن. ضربناها كويس جدا لغايه لما نعمت معانا كويس قوي. صبينا الخليط بتاعنا في بوله وهنبتدي نحط عليه البهارات بتاعتنا. هنحط معلقه كبيره من البابريكا، معلقه كبيره من الملح، معلقه كبيره من الثوم البودر على البصل البودر، معلقه كبيره من الزعتر، معلقه صغيره مليانه من الكاري، معلقه صغيره مليانه من الجنزبيل، معلقه صغيره مليانه من الفلفل الاسمر، معلقه صغيره مليانه من البهارات العاديه. نقلب البهارات بتاعتنا كويس جدا، ريحتها كده بجد تحفه. شميها بقى قبل ما تحطيها جوه الفرخه، بجد جميله جدا. بجد شوية توابل هيخلوا طعم الفرخة بتاعتك تحفة. اهم حاجة فيها الزعتر. ممكن لو اتبقى منك شوية من التتبيلة دي تحطيها في الفريزر، وقت ما تيجي تتبلي اي حاجة تاني تروحي مطلعاها، اذا كان هتتبلي لحمة او فراخ. هنبتدي بقى نروح للفرخه بتاعتنا نشرحها كده من جوه الصدر. حاولي على قد ما تقدري بالراحه كده، ما تقطعيش الجلده بتاعتك عشان تدنها سليمه وشكلها حلو. لما تيجي تقدمي الفرخه بتاعتك تشرحي بقى الصدر على 2 على 3. كل ما تفتحي في الصدر اكتر، كل ما التتبيله بتدخل اكتر وتمتص كده من الفرخه وتتشرب كده الفرخه من التوابل اللي احنا حاطينها، تبقى جميله معاكي جدا وبرده تطرى معاكي وما تاخدش معاكي وقت في السوا. شرحنا الصدر وفتحناه، هنبتدي ان احنا نشرح برضو الورك ونفتحه، الدبوسه والورك بتاعنا كده كويس. خلاص هنبتدي بقى ان احنا نحط التوابل بتاعتنا على قد ما تقدري كده بالراحه. دخلي ايدك من تحت الجلد، دخلي التتبيله بتاعتك جوه الفتحات اللي احنا مفتحينها، جوه الورك من جوه، من جوه الدبابيس، جوه بطنها، كل حته في الفرخه عايزين التتبيله دي تدخل في كل حته في الفرخه بتاعتنا، من جوه ومن بره، في الصدر وفي الوراك، من كل حته فيها. بجد تتبيله حلوه جدا، ان شاء الله لما تجربوها هتعجبكم. لعلمكم بقى دي التتبيله المعتمده اللي انا بعمل بيها الفراخ على طول، يعني بيبقى عندي اي عزومه، بيبقى عندي نوت في البيت، في اي وقت بعملها بعمل التتبيله دي. ناجحه جدا معايا. لما بيكون عندي عزومه بيطلبوها بالطلب، يقولوا لي احنا عايزين الفراخ المتبله اللي انت متعوده اللي انت تعملها لنا، بجد بتبقى معايا تحفه. خلاص تبلناها كويس جدا. هنبتدي ان احنا نغطيها بكيس كبير او بستريتش جيل من عندك. هتغطيها باي حاجه كبيره من عندك وتحطيها في التلاجة عشان ما تعملش اي ريحه عندك في التلاجة. هنبتدي نجهز الخضار اللي هنحطه تحت الفرخه. هتحطي البسله، هتحطي البصل ترنشات، هتحطي الطماطم، هتحطي قرن فلفل حامي، هتحطي فلفل رومي، هتحطي فاصوليا، هتحطي جزر، هتحطي كل الخضار اللي انت بتحبيه تحت الفرخه دي. يبقى جميل جدا معاكي زي التورلي كده بالظبط. هنقطع عليها حوالي 3 4 فصوص توم كبار. قطعت عليها برضو بطاطستين كبار. بجد طعم الخضار بيفرق معاكي جدا لما بتعمليه وتاكليه مع رز بشعريه، بيبقى طعمه تحفه. حطينا عليها رشه من الفلفل الاسمر، رشه من الملح. ما تكتريش من الملح لان احنا حاطين ملح في التتبيله بتاعه الفراخ، فمش عايزين الخضار بتاعنا يكون حادق قوي معانا، يا دوبك كده نص معلقه صغيره من الملح.
قلبنا الخضار بتاعنا كويس جدا. هنبتدي بقى نروح للصينيه بتاعتنا ونحط فيها الخضار بتاعنا. طبعا عندك صينيه زي دي اشتغلي فيها، عندك الصينيه العاديه اشتغلي فيها. رصي الخضار في الصينيه من تحت وحطي عليها الفرخه من فوق، هتبقى جميله جدا معاكي. طلعت الفرخه بتاعتي من التلاجة، طبعا دي بيتت ليله بحالها من بالليل للصبح، تبلتها بالليل وجيت تاني يوم والظهر كده ابتديت اللي انا اشتغل فيها. جميله جدا. هنبتدي نحط الصينيه من تحتها، طبعا شايفين الصينيه بتاعتي فيها فتحه من النص، فممكن الفرخه لما تيجي تغلي والبخار بتاعها وكده فتنقط مني جوه الفرن. هنبتدي نحط عليها الاول ورقه زبده، عشان ما ينفعش نحط ورق الالمونيوم مباشره فوق الفرخه، فاحنا هنحط الاول ورقه الزبده وبعدين هنحط عليها ورقه الالمونيوم. هندخلها في الفرن درجه حراره عاليه لمده نص ساعه، وبعدين هتبتدي اللي انت تهدي عليها النار خالص عشان تطلع ميتها وتستوي فيها. طبعا الشوربه اللي جوه الخضار ديت انا ما حطيتش ولا نقطه ميه، ديت الميه اللي طلعت من الخضار واللي طلعت من الفرخه. الفرخه بتاعتي دايبه معايا جدا، انا كنت بشيلها مقسومه معايا نصين من كتر ما هي مستويه ودايبه معايا. يعني شفت انا بشد الجناح ازاي بيتخلى معايا بكل سهوله. الدبوسه برضو في ثواني اتكسرت معايا واتخلقت معايا. الصدر بتاعها دايب خالص، شاربه كلها من التتبيله اللي احنا حاطينها. بجد كان طعمها جميل جدا. خلاص خلصت معانا الفرخه كده. يا رب الفرخه تكون عجبتكم وتكون سهله عليكم. لو الفيديو عجبك دوسيلي لايك واعملي مشاركه للفيديو، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.